السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. وصفتنا لليوم راح تكون ابتفور تجاري، يعني الوصفة التجارية اللي مولفين نشروها من برا يجي مطابق تماما للوصفة يعني اللي نشروها هنا. هذا الابتفور اقتصادي 100% بدون بيض وبالماء فقط كما راكم تسمعوا هنايا. قبل ما نبدا في الوصفة ما تنسوش الاشتراك والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. قبل يعني ما نبدو في هذه الوصفة، يعني وصفة جد رائعة وتستاهل التجربة. راح نحتاج 125 جرام من المارغرين، بتكون خرجتوها شوية من الفريشيدر. راح نحتاج نص كاس من الماء، ربع كاس من الزيت، كاس من سكر إقلاص، ونصف كاس من المايزينا. تقدروا تروحوا حتى كاس، يعني اللي يحبوا هشيش بزاف. وهنايا راح نستخدم عطر الزبدة ولا عطر الفانيليا، يعني ضروري بزاف وباه يعطينا نفس النكهة اللي نلقاوها في البتيفور تاع برا. مغرفة صغيرة من الفانيليا ومغرفة صغيرة من خميرة الحلويات، تقريبا راح ديروا 5 غرام. هنا راح نجيب الباتور، خطوة أساسية وضرورية وباه ينجحكم البتيفور. نطلعوا يعني الخليط تاعنا كامل، ما تنسوش رشة تاع ملح عفوا. بهذه الطريقة لازم توليكم يعني كريمة بهذه الطريقة. خلطتها تقريبا واحد ل5 دقايق، يعني كامل المكونات تاعنا يعني في ضربة واحدة. هنا راح نروح نخلط يعني بالملعقة فقط. نبداو يعني بالفرينة. الفرينة يعني أوليا ادات لي تقريبا 3 كيسان، وانتم حسب الفرينة تاعكم، لكن راح نعطيكم معيار تقيسوا يعني العجينة تاعكم اسكو خصها الفرينة ولا لا. هنا راح نضيف الكاس الأول من الفرينة كما راكم تشوفوا. وضيفوا فقط بالنصف، يعني ما تضيفوش الكاس كاملا كما راكم تشوفوا هنايا، ضيفوا فقط بالنصف حتى تكملوا الكاس تاعكم. هنا أيضا الكأس الثاني يعني ضيفوه أيضا بالتدريج كما وصيتكم، ما تضيفوش الكأس كاملا. وتخلطوا يعني فقط بالملعقة. هذه الوصفة كما قلت لكم تجارية 100%. هنايا راح تجيبوا يعني العجينة تاعكم ويعني تمسوها، إذا لصقت راهي خاصة، إذا ما لصقتش صاي. هنايا يعني الليدوي تاع البوش تاع السيليكون ما تستخدموهمش، خاطر مش راح يدير لكم التيفور، يعني مش راح ينضل لكم ويجيكم صعيب بزاف. استخدموا ليدوي يعني الخاصة بالبتيفور. ان شاء الله نكون نطقتها يعني بشكل صحيح. اما الاشكال راح يعني تبقى اختياركم عفوا، كما تحبوا ديروها دي سيجار صغار كما نعرفوهم في البتيفور، ولا وردات كما يعني درتهم انايا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا هنايا. هنا يعني شكلوهم كما تحبوا بالطريقة يعني اللي تساعدكم. يعني طريقة جد جد بسيطة. هنايا فقط يعني سقموا البتيفور تاعكم قبل ما ديروه يعني في الكوشة. هنا راه تكون شعلت الكوشة من قبل، طيبوه مام 20 دقيقة من تحت، من بعد شعلوا له 10 دقائق من الفوق. يدي هذا الإحمرار، يعني يجي ما شاء الله، يعني من أروع الوصفات اللي راح تجربوهم. بالنسبة لي يقولوا لي شحال يعني جاتك نحبة، جاتني تقريبا 60 حبة تكون منفردة، و30 يعني كيما نلصقوهم بالمربى. التزيين يبقى اختياري، تحبوا تخليهم هكذا ولا تلصقوهم بالمربى، تحبوا أيضا تغمسوهم في الشيكولا، يعني حسب الميزانية تاعكم ولا حسب الذوق تاعكم. هنايا البتيفور تاعنا يكون واجد. ما تنسوش الاشتراك في القناة تاعي ليصلك بكل جديد، يعني أي وصفة نحطها في القناة يعني راح تخرج لكم يعني في لحظتها. إذا هنايا راح نتم كامل الحبات التوعي. بالنسبة لي يحبوا يعتمدوها كمشروع، أيضا الوصفة يعني صالحة وناجحة. بالنسبة لي يحبوا يعني البتيفور تاعهم هشيش بزاف بزاف. تزيدوا شوية يعني في الزبدة حتى تلحقوها 200 غرام، وتزيدوا شوية في الزيت، ديروا نص كاس. يعني هذه الوصفة جربتها مرارا وتكرارا لين وصلت يعني للوصفة اللي حبتها، كيما يعني وصفة البتيفور اللي نشروه من برا بالضبط.
أيضًا وصفة تجارية تقدروا تعتمدوها في المشاريع تاعكم، مربحة. ما تنسوش الاشتراك في القناة تاعي ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله.